السلام عليكم. النهاردة هنبتدي بقى شغل العيد ونواعم العيد. هنعمل مع بعض أسهل غريبة في المجرة. بجد طعمها حلو قوي، طريقتها بسيطة جدا جدا، مفيش أسهل من كده. لو انتوا لسه بتشوفوني لأول مرة، أنا اسمي إيمان ودي قناتي. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتحطوا لي كومنت ولايك كمان. يلا بينا نقول بسم الله ونشوف مكونات الغريبة عبارة عن ايه. اول حاجة معايا هنا سكر بودر، طبعا هيبقى جاهز مش مطحون في البيت. بنسهل على نفسنا وبتطلع نتائجه مظبوطة. معايا 75 جرام من السكر، 150 جرام من السمنة الباردة، ومعايا ربع كيلو من الدقيق. هحط السكر وهحط ظرفين الفانيليا زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هحط السمنة. وطبعا هنفضي السمنة بتاعتنا، انا شغالة هنا بسمنة بلدي، مش هنسيب منها ولا فتفوتة، علشان انا حاسبة المقدار بتاع الغريبة بتاعتي بالجرامات، لازم يبقى مظبوط علشان يديني نتيجة صح. هبتدي بقى اضرب كده السكر مع السمنة بالمضرب كده الكهربائي. لو عايزة تشتغلي بالمضرب اليدوي اشتغلي، لو عايزة تشتغلي بايدك اشتغلي، بس ده هياخد منك مجهود شوية. هنستمر في الضرب كده والخفق للسكر مع السمنة لغاية لما تديني قوام كريمي ولون فاتح. هنشوف شكلها في الاخر هيبقى عامل ازاي. حابة اشكر كل صحابي واخواتي اللي اشتركوا معايا في الصفحة عندي، بجد انا مبسوطة جدا. ولو انتوا حابين ان انا اتفاعل معاكم اكتر، بان انتوا تكتبوا لي الوصفات اللي بتحبوها وانا ابتدي اشاركها معاكم وننزلها مع بعض على الصفحة عندي، سواء في اليوتيوب او الفيسبوك. هنبتدي بقى نقلب كده السكر من تحت لفوق علشان نتأكد ان كل المكونات اختلطت مع بعض كويس، وهنكمل تقليب وضرب في السكر والسمنة مع بعض لغاية لما لونها يبقى فاتح خالص. هتشوفوا شكلها في الاخر هيبقى عامل ازاي. وده كده شكل السكر مع السمنة لما ضربناهم، لونهم بقى فاتح قوي، لونهم مبيض، وفي نفس الوقت كميتهم تضاعفت. هنقلب بقى الدقيق شوية بشوية كده زي ما انتوا شايفين. هحط شوية وارجع اكمل الباقي، وهقلب كده بالمعلقة بتاعتي لغاية لما احس ان هي بدأت تلزق معايا. هشتغل بايديا، هلم العجينة بتاعتي باطراف صوابعي زي ما انتوا شايفين كده، بعمل بطراطيف صوابعي كده زي الكماشة. هقلبهم كويس قوي لغاية لما احس ان مفيش دقيق ظاهر قدامي بقى مختلط مع السكر والسمن. وده كده شكل عجينة الغريبة بتاعتنا بعد ما خلاص قلبنا كل المكونات بتاعتها. طبعا لازم تتشال ترتاح شوية في التلاجة علشان لما نيجي نشكلها تطلع مظبوطة معانا. وهنسيبها كده تقريبا حوالي ساعة الا ربع في التلاجة لغاية لما تتماسك معانا تاني. ده كده شكل العجينة بتاعتنا بعد ما خرجت من التلاجة، متماسكة كده وماسكة نفسها ومش سايبة ولا بتلزق في ايدينا. معايا هنا بندق، وهجيب الصينية اللي انا هشتغل فيها، وهجيب كمان القمع اللي انا هشتغل في تشكيل الغريبة بتاعتي بيه. اسهل طريقة نشكل بيها الغريبة هي القمع. هعمل كده شوية معاكم زي ما انتوا شايفين كده. والبوزة اللي طلعت معايا دي هحط فيها البندقة بتاعتنا، هتشكل معانا الغريبة وتديها شكل حلو قوي. وطبعا ما ننساش نشغل الفرن على درجة حرارة 140. هتاخد مدة تسوية 10 دقايق بالظبط، ما بتاخدش اكتر من كده في الفرن. ده كده شكل الغريبة بتاعتنا بعد ما استوت، طالعة مظبوطة جدا، مش مشققة ولا فرشة في الصينية. المكونات اللي احنا عاملين بيها الغريبة المقدار بتاعها مظبوط جدا على الشعرة، هيطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. بجد طعمها حلو قوي، بسيطة جدا، ومش هتاخد منك وقت ولا في التسوية ولا في تحضيرها.
بصوا شكل الغريبة كده وهي في ايدي، مش مبصمة ولا عاملة اي علامة في ايديا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ايدي نضيفة مفيهاش اي حاجة، وفي نفس الوقت شكل الغريبة من تحت لازم يكون لونها ابيض كده، ما تبقاش واخدة اي لون. دي كده التسوية المظبوطة والصحيحة للغريبة. بجد طالعة حلوة قوي، ناعمة كده وبتدوب في البق، مش الغريبة اللي انت بتاكليها كده وتعلم معاكي من السمنة في بقك. بجد اتمنى من كل قلب تكون وصفة النهاردة دي سهلة وبسيطة عليكم، وتكون في نفس الوقت عجبت. اشوفكم على خير ان شاء الله.